الأصالة عشان 100% تبقى بتاعتي ممكن تبقى تشالنج. كتير من الناس بتقول إن والله طب أنا مش حد كرييتيف، يعني أنا لازم أجيب حاجة بالظبط. جديدة. طب ما أنا ممكن أحتاج أبص للسوق. وبعدين الكلام ده برضو صح. احيانا بيحسس الناس انه في معوق، وانا لازم ما انتوا قلتوا نعمل ماركت ريسيرش يا جماعه، طب ازاي يعني ما نغشش؟ تمام. وهل الاوريجيناليتي ان انا ابقى اوريجينال ويعني ما حصلش اوريجينال يعني يبقى معناها ان انا ما اعملش ماركت ريسيرش. الحقيقه ان يعني انا في الكورس اللي انا بقدمه بقالي سنين دايما اقول للناس ايه، واحده من الحاجات عشان تحط نفسك في ستيت الاصاله وانك تو بي اوريجينال، انك مثلا انا عايزه اعمل مثلا كورس عن الريليشن شيب. حلو قوي. ما اروحش احضر كل الكورسات بتاعه الريليشن شيب. ايوه. وبعدين امسك ورقه وقلم واقول انا هعمل بقى كورس من دماغي ما حدش حصل اوريدي، انا اتبصمت واتطبعت خلاص بكل اللي انا حضرته. تمام. طيب الواقع اللي هيحصل هيكون ايه؟ ان انا اخدت كل ده دماغي دخلته كانبوت، طلعته من الناحيه التانية، هو عباره عن خلطه كل اللي انا سمعته وطلعت البصمه بتاعتي عليه يعني. لسه ما طلعتش بصمتي بقى لسه. ليه؟ لان انا متبصمه اوريدي. اوكي. طيب هما المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل العكس. انا عندي فكره فلسفه معينه، ليا راي، ليا حكمه في الحاجه دي، على ورقه بيضاء اطلعها الاول. بعد ما اطلعها على الورقه البيضاء اروح بقى اخد واشوف من اللي انا طلعته من اللي انا كتبته ده على الورقه البيضاء ايه الحاجات اللي انا هروح اريسيرش عليه. دلوقتي الناس كلها بتستسهل ان هي تسال شات جي بي تي قبل ما تبلور الفكره.